السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده صلوا بينا على النبي. معلش بقى على التأخير، انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم. بس كان عندي ظروف كده. عايزة اقول لكم شكرا على كل حد سأل عليا. النهاردة بقى رجعت لكم بوصفة قوية. هنعمل مع بعض احلى واجمل واسرع طاجن مكرونة باللحمة المفرومة في الفرن. هنعملها على السريع كده من غير ما نبهدل مواعين كتير. من غير ما تاخد مننا اي مجهود ولا تكلفة. زي ما انتوا شايفين معانا الطاجن بيتكلم عن نفسه. هشرح لك ازاي ان هو يطلع معاكي مظبوط والمكرونة ما تتهريش معاكي وما يلزقش، وحبات المكرونة نفسها تكون مفلفلة مش لازقة في بعضها او معجنة. هقولك على الخطوات يعني بالظبط، لو تمشي على نفس الخطوات اللي انا عاملاها ان شاء الله هيطلع معاكي احسن من ما انا عاملاه كمان، واحسن ما بيتجاب من بره. مش شرط تكون المكرونه مكرونه قلم زي اللي بنجيبها من عند محلات الكشري، اي مكرونه تنفع. حقيقه انا ما كنتش عندي قلم، بس عادي، ما يعني ما فيش، ما تخليش حاجه توقفك. اي مكرونه تنفع. انا عندي المكرونه دي اللي هي العقل بس كبيره شويه كده، غير العقل اللي هي العاديه. لو تلاحظوها اكبر من التانية. فانا بعمل باي مكرونه الصراحه اللي موجوده بعملها. ان شاء الله هتبقى وصفه حلوه معانا وسريعه وسهله. بجد ما خدتش معايا اكتر من ربع ساعه. سواء اللحمه او المكرونه وهي بتتسلق او وهي في الفرن. كلها على بعضها اخدت مني ربع ساعه، وان شاء الله هتكون وصفه جميله معانا. بس بجد جربوها هتعجبكم قوي. تعالوا بقى ندخل في الوصفة بتاعتنا. معايا هنا اول حاجة مية لسلق المكرونة، حاطة فيها شوية زيت، معلقة من الملح، وتكوني مجهزة مقدار المكرونة معانا. هننزل بالمكرونة على طول ونديها تقلبتين كده علشان ما تلزقش في بعضها، ونسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها كده، ونجهز العصاق بتاع اللحمة اللي احنا هنحطه. وفي نفس الوقت كنت مطلعة صلصة من الفريزر. لو تفتكروا كنت مخزنة معاكم صلصة قبل رمضان، اللي هي تفريزات رمضان. طلعت منها كيس يفك قبل ما اعمل العصاق بتاع اللحمة. معايا هنا حوالي 3 4 بصلات كده متقطعين تقطيع عشوائي، وقرنين فلفل، واحد بارد وواحد حامي. عايزاها سبايسي كتري اللي انت عايزاه. ادي هنا بقى حبيت اوريك المكرونه هي كده خلاص ابتدت. انا مش عايزاها تكون مستويه سوا كامل، هي نص سوا. وهشيلها. معايا هنا بقى البصله بتاعت العصاج يا دوب بس تدبل هي وقرن الفلفل، وهنزل عليهم باللحمه. وكنت مقطعه عليهم فصين توم شرايح. هنا بقى اللحمه بعد ما نزلت ضفت بقى التوابل كلها، بس انا ما صورتش عشان كنت مستعجله. ضفت فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، نفس التوابل اللي ضفتها على العصاج ضفتها على الصلصه بتاعه المكرونه، وحطيت على الصلصه كمان فصين توم شرايح. بصوا بقى الخطوه دي مهمه جدا. البصله والطماطمايه اللي مفروكين في بعض كده بشويه الفلفل الاسود من غير ملح، عشان احنا حطينا على الصلصه ملح، فعشان مش تحدق مننا. وشويه زيت وتقلبيها الخطوه دي بقى بتفرق جدا في الطعم، وان المكرونه ما تلزقش منك او تعجن. يعني تنزل كده كل حبايه كده تبقى ايه ماسكه نفسها كده، مش لا معجنه ولا لازقه في بعض. والمكرونه زي ما قلتلك تكون نص سوا، يعني 5 دقايق بالظبط على النار. يعني تيجي تعمليها بصبعك كده تلاقيها ما بتتقسمش بسهوله، عشان تبقى مظبوطه معانا ما تتعجنش في الفرن. وهنزل عليها في نفس الطاسه اللي انا عامله فيها العصاق، مش عايزين بقى ايه نهدر مواعين كتير. وقبل كده برضو عملت الصلصه في نفس الحله اللي سلقت فيها، بس اديتها شطفه على السريع كده وحطيت فيها الصلصه. زي ما انت شايفه كده انا حطيت المكرونه على اللحمه ونزلت عليها، بس سويتها الاول نزلت عليها بقى بالصلصه. انا هنا ما ضفتش الصلصه كلها، حسيتها هتبقى كتير. نزلت بس غطيت المكرونه من فوق. زي ما انت شايفة كده بالمغرفة بقيت ايه بوزع بقى الصلصة كده في كل حتة.
اهم حاجه بس يكون الحدق بتاعك مظبوط بتاع الصلصه. البهارات ما تكتريش بهارات علشان طعم البهارات ما يضغاش عليها وتمرر معانا. نفس الكلام في الثوم وفي الملح، يعني حاولي ان انتي توازني ما بين الملح والبهارات. تاني حاجة ما تخليش الصلصة خفيفة، لو خليت الصلصة خفيفة هتتعجن، يعني هتكون استوت ولسه فيها صلصة ما نشفتش، فهتضطر ان انت تسيبيها لما تنشف، فبالتالي هتتعجن معانا. لكن لما تخلي الصلصة مظبوطة هتبقى حلو معانا. هنا بقى بعد ما الطاجن طلع وحطيته كده بقى في طبق التقديم، بجد يا بنات كان روعة، ريحة وطعم، وزي ما انت شايفة كده اللون بيتحدث عن نفسه والفيديو بس جميل. خدي بالك بقى هي ما بتطولش في الفرن، يعني بالظبط خدت 10 دقايق معايا في الفرن وكانت جاهزة، لان الصلصة ما كانتش تقيلة ما كانتش خفيفة زي ما قلتلك. المكرونة كانت نص سوا، العصاج اوريدي مستوي، فما خدتش وقت معايا. بجد وصفة حلوة قوي، سريعة وسهلة وبسيطة، ما تاخدش معاكي اي وقت وموفرة كمان. اتمنى تجربي الوصفة وتعجبك. ما تنسينيش بقى في لايك كومنت جميل كده زيك تشجعيني ان انا انشر على القناة. ولو اول مرة تشوفيني شرفيني باشتراكك في القناة، يشرفني اتعرف بيكم. كل واحدة متابعاني تقولي هي متابعاني من انهي بلد، وتقولولي في الكومنتات اذا كانت الوصفة عجبتكم ولا لا. معاكم دنيا هشام من قناة لقمة هنية على اليوتيوب.